اي حاجة بتحبها اتعود تطلع منها، اتعود تستغني عنها او عن جزء منها، عشان دايما يبقى قرارك في ايديك. انا بملك ولا املك. فاذا فقدت شيء انت متعود على الفقد بارادتك. اشكر احزانك اللي علمتك كل ده، ان التعلق الكامل لا يكون الا بالباقي سبحانه وتعالى. فاللهم فرج هم كل حزين، وسكن قلوبنا يا مولانا حتى يأتينا اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وانتوا بتشوفوني النهاردة. عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة جايه لكم بفيديو جديد وبيوم جديد. النهارده الروتين بتاعي هتقدروا تقولوا ان هو روتين مسائي، يعني انا حبيت ابتدي معاكم كده من اخر النهار. صراحه انا ما ابتديتش الروتين بتاعي ده من بدري زي ما انتوا شايفين كده، كان عندي كده الجو كان اخر النهار. ليه ما ابتديتش الروتين بتاعي من بدري؟ مع ان انا مش ورايا شغل جامد قوي في الشقه، يعني مش ورايا روتين جامد قوي. فانا صراحه انتهزت بقى اليوم دوت ان انا اقعد الصبح في الشمس زي ما انتوا عارفين يعني. زي ما بقول لكم دايما في الفيديوهات اللي فاتت، يعني انا عندي الشمس صراحه في الشتاء بتكون حلوه قوي في البلكونه، يعني صراحه بستمتع بيها قوي وبحبها جدا. يعني بحب ان انا اقوم الصبح بدري كده اشد الستاره واقعد في البلكونه في الشمس. الصراحه بيبقى المنظر بيبقى جميل، وكمان الشمس تكون ممتعه قوي بالنسبه لي. فانا بقى مني مش ورايا كمان حاجه يعني، فحبيت بقى ان انا استمتع باليوم الصبح بدري كده في الشمس واخد طاقه ايجابيه كده من الشمس. وقعدت صراحه شويه يعني، سرحت بقى كده لحد ما خلاص يعني بقيت اخر النهار، وقلت بقى ان انا اقوم، لا ما بديهاش بقى، اقوم اشوف اللي ورايا واقوم اشوف ان انا عايزه اعمله يعني. المهم بقى يلا نسمي الله ونبتدي نشوف يومنا النهارده هيمشي ازاي. اول حاجه بس حبيت اعملها، حبيت ان انا امسك البلكونه بتاعتي انضفها عشان كانت متربه يعني كالعاده. يعني انتوا عارفين كالعاده بتاعتي البلكونه بتاعتي ان هي متربه، ومع اني بقى طبعا الصبح انا بقعد فيها فبشوف بقى التراب كمان بيبقى فيها، يعني ما بيعجبنيش الصراحه يعني ان التراب بيبقى مبهدلها وكده. انا بقى صراحه بحب ان انا بقيت احب ان انا اقعد فيها الصبح اكتر من بقعد فيها بالليل يعني. فالمهم بقى طبعا جبت بقى الجردل بتاعي كده الموب، وقلت بقى ان انا امسكها انفضها، وكمان اشد الستاره معايا كمان بالمره تهوي معايا الشقه يعني. مع ان طبعا الجو برضو اليومين دولت حلو صراحه قوي، وزي ما بقول لكم صراحه مش ساقعه يعني، وجو جميل يعني ممتع قوي صراحه. فحبيت ان انا كمان. وبعدين اليوم دوت بيني وبينكم كان حر، يعني انا صراحه كنت حرانه فيه قوي. كان حر يعني بالنسبه لي صراحه، مش كان ان هو يوم معتدل يعني، لا هو بالنسبه لي صراحه كان الجو حر قوي في اليوم دوت. المهم بقى طبعا فعشان كده شديت الستاره، وقلت كمان ان هي تهوي معايا الشقه، يعني نسمه هوا تخش الشقه وكده تهوي معايا الشقه. المهم طبعا زي ما انتم شايفين مسحت بقى البلكونه كده على طول، ونفضت السجاده بتاعتها ونفضت كل حاجه فيها عشان تبقى معايا نظيفه. يعني بحب صراحه لما بيكونش كمان ورايا حاجات كتير، بحب ان انا يعني اخلص منها هي الاول، عشان لو اي حد دخل يقعد فيها تبقى هي نظيفه يعني. او انا طبعا حبيت ان انا انشر فيها. طبعا انتوا شايفين ان الحبال عندي ما فيهاش غسيل، يعني معنى كده ان في حطة غسيل شغاله في الغساله، فطبعا بحب ان انا انضفها على طول كده عشان حطة الغسيل لو خلصت في اي وقت يبقى انا عندي البلكونه نظيفه. ما بحبش انشر الغسيل بتاعي والبلكونه بتاعتي مش نظيفه ابدا يعني. بحس ان الغسيل بتاعي بيتبهدل صراحه، لازم يكون عندي البلكونه نظيفه. انا عندي البلكونه صراحه زيها زي الشقه، يعني انا ما بهملش فيها ابدا. ومش ان هي مثلا اقول دي البلكونه انا بنشر فيها بس او كده، لا يعني انا عندي صراحه البلكونه نظافه الشقه من نظافه البلكونه او العكس. يعني انا بالنسبه لي لازم تكون البلكونه على طول نظيفه، وعلى طول تكون ما فيهاش تراب عشان خاطر تحميلي كمان الشقه. يعني طول ما البلكونه ما فيهاش تراب برضو بتحمي الريسبشن شويه صراحه. يعني عندي غير لما يكون في تراب وافضل داخله خارجه، او مثلا زين وبيبو يخشوا يلعبوا في البلكونه وكده، فطبعا طبيعي ياخدوا تراب هيجيبوا تراب من البلكونه يدخلوه لي على الشقه وكده. فطبعا انا عندي صراحه البلكونه من اولوياتي يعني. ما بقدرش يعني ان هي اقول ان البلكونه انساها وكده. المهم بقى طبعا خلصتها زي ما انتم شايفين كده، وفرشت السجاده بتاعتها وبقت زي الفل صراحه، ما بقت تفتح النفس كده. هنا بقى طبعا دخلت على الاوضه، وهنا طبعا كنت محتاجه بقى ان انا اخش اغير فرش الاوضه ديت، عشان صراحه من ساعه ما غيرت معاكم يعني والمفارش وفرشت ما فرشت الدفايات ديت، ما شلتش الدفايات صراحه من على السرير، لكن كنت بغير الملايات يعني عادي. فلكن صراحه الدفايات خلاص بقى اتبهدلت وهتشتكي مني يعني، مش هتشتكي، لا هي هتشتكي مني وهتقولي شيليني بقى من على السراير. فخلاص صراحه هم كانوا اتبهدلوا قوي، وكتر خيرهم بقى لهم كتير قوي صراحه كانوا مفروشين على السراير. بس زي ما بقول لكم يعني انا بيكون ورايا حاجات تاني في الشقه، فده صراحه اللي بيكسلني بيكون غصب عني. هو مش كسل على قد ما زي ما قلت لكم بيكون اولويات بالنسبه لي يعني.
بيكون في حاجات تانية انا عايزة اعملها في الشقة، فده اللي بيخليني ان انا بأثر في مكان تاني. فالمهم بقى طبعا النهارده اليوم يعني أنا كنت مخصصاه صراحه ان انا امسك اوضه الاطفال انضفها واغير الفرش بتاعها. وطبعا اللي بيخليني برضو ان انا اكسل شويه، طبعا عندي المفارش القطيفه زي ما بقول لكم اللي انا شلتها ديت، طبعا ما شاء الله هي حجمها كبير. ف بصوا بيني وبينكم يعني اي حاجه بتجيبوها المجد، حاجه المجد نضيفه جدا جدا. يعني انا كنت صراحه جايبه المفارش ديت من فترة كبيرة قوي، من ايام طبعا ما كان المجدي بينزل مصر. معرفش دلوقتي هو موجود ولا مش موجود، يعني انا مش عارفة صراحة، بس ايام ما كان بينزل وكل العرايس كانت بتشتري حاجتها المجد وكده. فانا صراحة كنت جايبة المفارش ديت وكنت جايباها من سوق غزة. فطبعا كانت صراحة كانت حلوة قوي، يعني بالنسبة لي صراحة انا شايفة ان المفارش دي ما تتعوضش دلوقتي تاني. فهي صراحة حجمها كويس قوي وقطيفتها كويسة قوي صراحة. يعني هو بيني وبينكم حاجة المجد يعني زي ما بقول لكم لا يعلى عليها. يعني اي عروسه لو ان هي تفكر ان هي تجيب من حاجه المجد، بس لو هي الموجوده دلوقتي الاصليه يعني، فصراحه فعلا حاجه نظيفه قوي يعني. مش تندمي ابدا ان انت جبتي اي حاجه مثلا المجد في جهازك. كاني بعمل له اعلان، بس صراحه انا بحترم الماركه ديت قوي يعني. بحترمها فعلا قوي، لان احنا كذا حاجه جبناها منها. يعني بنغسلها وبنشيلها وبنحطها الحاجة تغسليها وبترجعي تحطيها كأنها جديدة، والله العظيم كأني بفرشها لسه بفرشها جديدة يعني. فصراحة انا بحترم اول ماركة دي. المهم بقى طبعا او الاسم دوت يعني. المهم زي ما بقول لكم، فطبعا هو ما شاء الله يعني عندي حجم المفرش بيكون كبير قوي مع الخداديه مع المخده. فلما باجي ان انا احطهم في الغساله ما بعرفش ان انا احطهم مع بعضهم، يعني ما ينفعش ابدا، استحاله عندي ان المفرشين هيتحطوا في الغساله مع بعض. فطبعا بضطر ان انا امسك مفرش يعني مفرش بالخداديه بالمخده اغسلهم لوحدهم. فده بقى طبعا بياخد معايا كمان وقت عقبال بقى لما بشيل طبعا حاجات تاني من الشقه مع الغسيل الشتوي. فما بيبقاش صراحة عندي يعني انا عندي صراحة ازمة كبيرة قوي في الشتاء بالنسبة كمان المفارش القطيفة وحاجة الشقة والغسيل الشتوي. فبيبقى عندي ازمة. يعني انا لسه من يومين والله العظيم كنت بقول لماما احنا فعلا كل شتاء او لما الشتاء يجي بنبقى محتاجين غسالة تاني، يعني محتاجين غسالة لفرش الشقة، يعني نغسل فيها غسيل الشقة او حاجة الشقة اللي بشيلها، والغسالة اللي هي الاوتوماتيك ديت ان دي الهدوم بتاعتنا، يعني نخصص دي لكده ودي لكده. مع اني طبعا انا بالنسبه لي بصراحه مش يعني مش بحب قوي الغساله اللي من فوق. يعني مش عارفه، هي يعني هي اراء يعني واذواق كل واحد يعني على حسب ما بيحب وحسب ما بيرتاح وكده. هو انا صراحه ما جربتهاش، بس انا يعني بالنسبه لي انا وماما صراحه ما بنفضلهاش قوي. يعني كان عندنا اختيار بين إن الغسالة اللي احنا جبناها ديت وكان الغسالة ديت. فصراحة لا، ماما كمان رجحت الغسالة الاوتوماتيك، يعني اللي هي الباب من قدام احسن من الباب من فوق. يعني بالنسبة لنا بنحس ان هي بتنظف اكتر. يعني انا مش بقلل من قيمة الغسالة اللي من فوق ابدا، اكيد طبعا بتنظف. انا بقول لكم انا ما جربتهاش صراحة عشان محدش بس يفهم كلامي غلط او يفهم ان انا بعيب فيها. بس انا بفضل يعني بحس ان الاوتوماتيك يعني المسحوق بتاعها مع الكلور، مع ان هي فيها بروجرامات كتير، مع ان هي فيها غالية. فبحس الصراحة ان هي بتنظف الغسيل اكتر يعني، وانا بفضلها اكتر بكتير. بس مع الغسيل طبعا والضغطة اللي انا فيها ديت، فانا لو اي حد يديني الغسالة اللي من فوق هشكره قوي صراحة. هي صراحة بالنسبة لي بحس ان هي فرش الشقة، مع ان طبعا فرش الشقة بيكون نضيف، ملايات مفارش الحاجات دي كلها بتكون نضيفة يعني. فبحس ان هي وكمان البروجرام بتاعها بحس ان هو قليل قوي. يعني ممكن انا بشوف ناس ممكن تشغل تقول انا بشغل مثلا نص ساعة ساعة الا ربع غسيل وشطف وعصر وكل حاجة. فبحس ان الفترة قليلة قوي ان هي تغسل غسيل يعني وتشطف وتعصر. فبحس يعني ان هي البروجرام بتاعها بيكون ضعيف شوية. المهم بقى طبعا خلاص انا كده خلصت بقى الفرش زي ما قلت لكم. ده كمان برضو اللي بيأخرني، يعني ان انا صراحة ما شيلش المفارش على طول عقبال طبعا ما اغسل بقى المفارش دي. لكن صراحه المفارش اللي هي الدفايات ديت خفيفه، مجرد ما بشيلها من على السراير بحطها هي والملايات مع بعض كده دوره مع بعضهم صراحه على طول. يعني ما بحتاجش ان انا صراحه اركنهم يعني في الدولاب او اي حاجه.
المهم بقى طبعا انا نفضت كده السراير كويس قوي. طبعا انا رغيت معاكم وما قلتلكمش انا بعمل ايه. نضفت يعني بتاع السراير بتاعتي كويس قوي، وابتديت بقى طبعا ان انا افرش الملايات وافرش المفارش النضيفه ديت، وابتديت بقى ان انا اطبق البطاطين بتاعتي، ويبقى كده خلاص. بحس ان لما بفرش السراير بحس ان الاوضه بتاعتي نطفت كده وبقت زي الفل، يعني بحس صراحه ان هي النظافه بنيت عليها. مع ان طبعا انا مش همسح كمان الاوضه لان كنت لسه مسحاها معاكم. فالاوضه الصراحه عندي نظيفه، مش محتاجه ان انا اشيل السجاد بتاعها وامسحها وكده. هي عندي نظيفه يعني الحمد لله. فهكنسها بس معاكم، يعني هي كانت مجرد ان انا عايزه اغير الفرش. طبعا الفرش برضو الشتوي مش بيتغير كتير قوي زي الفرش الصيف. يعني انا في الصيف صراحه كنت بغير ملايات كتير، يعني دايما كنت بقول ان الملايات محتاجه على طول نغيرها من على السرير، عشان خاطر طبعا في الصيف بيبقى عرق بقى والموضوع بيكون صعب في الصيف اكتر من الشتاء يعني. فالمهم بقى طبعا فرشت كده يعني خلاص على طول. ابتديت بقى ان انا المع الخشب بتاعي والمع البروز. هنا بقى قعدت ليه، هقول لكم دلوقتي انا قعدت ليه. طبعا بقى اتصدمت، يعني بيني وبينكم كده انا قاعده مصدومه صراحه. مصدومه من ايه؟ طبعا عندي ازازه زيت كده كنت جايباها. بصوا اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت اللي انا مسكتها واتصدمت كده. ما كنتش عارفه اتصرف، ما عرفتش اعمل ايه صراحه. فطبعا عندي ازازه الزيت ديت. انتوا عارفين طبعا الخلطات بتاعه الزيت لما بنروح بقى عند العطار ونحط طبعا نجيب بقى الزيت نحط قرنفل وروزماري يعني الحاجات اللي انتوا عارفينها، الخلطات ديت مش اللي هي السبع زيوت وكده. لا انا كنت جايبه زيت تاني يعني شفته صراحه وعجبني الخلطه بتاعته. فصراحه ماما يعني ربنا يديها الصحه راحت بقى عند العطار، في عطار كويس قوي. فروحت قلت لها يا ماما اعملي لي يعني الخلطه ديت لشعري وكده، عشان خاطر هي عجباني يعني زي ما بقول لكم يعني، او اكليل الجبل تقريبا حاجه زي كده. المهم بقى فطبعا ماما يعني عملتها لي. والله العظيم والله انا ما استخدمتها خالص، يعني مش عارفه زي ما يكون ازازه الزيت دي كانت منظوره صراحه. ماما جابتها لي وقلت ايه انا شويه وبعدين يعني ابقى استخدمها زي حمام زيت وكده. فالمهم بقى قلت ايه طب يعني شويه وبعدين استخدمها. كل ما اجي استخدمها كسل. وانا دلوقتي وانا بنضف الاوضه لقيتها بقى، اتفاجئت ان انا دوب بس فتحتها عشان خاطر اشوفها. فالمهم طبعا وسبتها بقى يعني مش عارفه ايه اللي جرى. فدلوقتي يعني وانا بنضف كده لقيت الازازه طبعا يعني واقعه كده وكل الزيت اللي فيها يعني اكتر من نصها، يعني التلات ارباع بتوعها تقريبا الزيت وقع على الكومودينو وطبعا وبهدل الدنيا والمفرش انا رميت المفرش. يعني انا المفرش بتاعي ما مش هينفع ان انا اغسله يعني لانه هو شريب زيت. وطبعا الزيت دوت انتوا عارفين بتبقى ريحته صعبه شويه، بالذات الخلطات اللي بتبقى من عند العطار ديت او الزيوت الطبيعيه ديت بتبقى ليها ريحه شويه. فالمهم طبعا المفرش بقى شرب. بص انا مصدومه صراحه، يعني انا بكنس كده كنت مصدومه. فالمهم بقى طبعا شرب بقى كميه الزيت كلها، ازازه الزيت تقريبا المفرش شربها. والكومودينو بقى طبعا اتبهدل وكل حاجه اتبهدلت. انا جبت بقى معرفتش ان انا اعمل اي حاجه غير ان انا جبت بقى كيس مناديل كده، كيسين مناديل كمان. وابتديت بقى ان انا اشرب كل الزيت دوت وامسح الزيت من على الازازه. بس نقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني صراحة انا ما بزعلش على حاجة ابدا. ممكن يعني تضيع او ممكن تتكسر او حاجة زي كده بتدلي بيكون مقطوع منها النصيب يعني عادي. انا ما بزعلش عليها، بقول الحمد لله. اكيد اكيد لو كنت استعملتها كان ممكن حصل حاجة، يعني هو اتفضل شوية. بس بيني وبينكم نفسي قفلت كده، مش عارفة ليه صراحة نفسي قفلت ان انا استخدمهم صراحة. حطيتهم بقى على الكومودينو كده وسبتهم صراحة. بس نفسي قافلة يعني ان انا استخدمه. هي قفلت من الازازه كلها. المهم بقى طبعا نضفت الدنيا كده بقى ورجعت بقى الدنيا زي الفل زي ما انتم شايفين. هنا بقى جبت المكنسه بتاعتي وابتديت بقى ان انا اشفط الارض كده عشان اخر حاجه خلاص هعملها في الاوضه. ويبقى الاوضه كده معايا بقت زي الفل زي ما انتم شايفين. طبعا لما الفرش كده بيتغير تفرشي فرش نضيف بصراحه بيبقى الاوضه شكلها حلو كده وشكلها مريح. طبعا خلاص شفطتها كلها وكنستها يعني بقت زي الفل معايا كده. نطفي النور بقى ونطلع نشوف هنعمل ايه بره. طبعا هنا الدنيا كانت ليلت خالص عقبال بقى ما اتصدمت انا شويه كده جوه الاوضه مع نفسي. فالدنيا كانت ليلت بره صراحه. المهم بقى طبعا جبت الموب بتاعتي هبتدي بقى ان انا طبعا اعمل الفواصل. يعني فواصل الريسبشن عندي كانت محتاجه ان هي تتعمل، مع اني طبعا انا بحافظ عليها والله. اليومين دولت عماله كل شويه اجيب الجردل كده وعماله طبعا ان انا امسح الفواصل عشان خاطر اقدر احافظ على الريسبشن، يعني عشان مش كل شويه ان انا اشيل السجاد بتاعي
وان انا هشيل وامسح. طبعا انتوا عارفين السجاد عندي متعب، يعني صراحه متعب قوي. وطبعا أنا لسه عامله معاكم الريسبشن ومنضفاه، نضفته كويس قوي وعملت له تنظيفه عميقه هو والبلكونه، وده صراحه بيوفر معايا، يعني ده بصراحه بعد كده بيوفر عليا مجهود كبير قوي. يعني انا لما بعمل برضو كده بيوفر عليا بعد كده وقت كبير قوي. بقعد بقى ان انا امسح الفواصل، امسح من تحت الكنب، المع الريسبشن، بغير الفرش بتاعه، مش اكتر من كده يعني. فالمهم طبعا هو مش كل يوم ان احنا بنشيله وبنحط في الحاجه، يعني طبعا الحاجه لما بتحتاج بس ان احنا نعملها بنعملها، لكن عشان تحافظي بقى على الحاجه ديت اللي انت بتعمليها وما تفضليش على طول تتعبي، لازم ايدك اول باول تكون في الشقه. يعني زي ما انا بعمل كده اول باول، ما بستناش والله. ولا انا مثلا ممكن ان انا اكسل واقول انا لسه عامله الريسبشن، طب اسيبه بقى مش مهم الفواصل، اسيبها اسبوع اسبوعين، لا، ما برضاش ان انا اعمل كده، عشان خاطر لو عملت كده في الاخر هيقع على دماغي انا صراحه، بيني وبينكم كده يعني. المهم بقى طبعا مسكت هنا طبعا بتني السجاده بتاعتي كده شويه وبمسك الفصل، يعني بالذات اللي عندي البلكونه دوت بمسحه كويس، يعني بعيد عليه مره واتنين وتلاته، عشان خاطر يرجع معايا السيراميك ينضف كده ويلمع، يعني ويلمع معايا، لاني بيبقى فيه كميه تراب هناك تخض صراحه. المهم بقى طبعا خلاص انا كده خلصت الجزء اللي هناك ورجعت المشايه بتاعتي. وطبعا ما بنساش بقى العتب بتاع الاوض كمان معايا بالمره. عتب الاوض برضو بيكون يعني لازم اعمله. هنا طبعا مسكت اوضه الاطفال، عتبه اوضه الاطفال ورا الباب كده عملته كمان معايا بالمره، عشان خاطر العتب عندي صراحه ممكن عيل بيكون بيجري في ايديه حاجه، ممكن وانا داخله بكوبايه مثلا نسكافيه تدلق ولا حاجه، فالعتب عندي يعني بيبقى ساعات مبقع صراحه. فالمهم بقى طبعا برضو ما بنساوش يعني، وعملته كده على طول. وبرضو هاجي بقى هنا تحت تحت يعني المروحه، هبتدي برضو ان انا اعمل كويس، او يعني كل الفواصل صراحه اللي باينه كده عندي هبتدي اعملها طبعا، عشان خاطر يبقى الريسبشن معايا نضيف. الصراحه بيني وبينكم كده الريسبشن يعني اول مره اعمله، كل مره الصراحه بشتكي لكم منه، بس اول مره يمكن اعمله المره دي ما حسيتش ان كان فيه تراب قوي صراحه يعني. كنت مبسوطه قوي وسعيده وانا بعمله كده، اني ما حسيتش صراحه اني اطلع كميه تراب زي ما بيطلعها كل مره. يعني انا كنت بحط الموب كده، مجرد ما بحطها على الارض الموب ديت بتبقى زي الطينه، يعني زي الطينه حرفيا. لكن صراحة المرة دي حسيت ان الريسبشن نضيف، يعني حسيت بالمجهود اللي انا عملته ما راحش على الفاضي، يعني بيني وبينكم ما راحش على الفاضي خالص كمان. فالمهم بقى طبعا هنا برضو هبتدي ان انا اعمل الجزء دوت عشان ارجع السلم الديكور دوت كده مكانه. وهبتدي بقى ان انا اجيب برضو من تحت الكنب، بس زي ما بقول لكم يعني ما لقيتش صراحة تراب كتير، يعني اول مرة في حياتي يعني. لازم اقول يعني يا جماعه، طالما بشتكي لكم على طول، لا برضو لازم اقول لما الاقي الحاجه مش تحتها تراب، لا 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 لازم اقول يعني. فالمهم بقى طبعا عملته كده على طول صراحه، ما خدش معايا وقت يعني، كان على طول صراحه. قرفته كانت خفيفه معايا. طبعا قبل ما اعمل بقى اللي انا عملته ده كله، طبعا انا مسكت الشقه بتاعتي كلها شفطتها. مش شفطت بس اوضه الاطفال، يعني شفطت كمان الريسبشن، ومسكت بقيت كل الشقه شفطتها. يعني صراحه المكنسه ايدي ورجلي، يعني انا بالنسبه لي صراحه المكنسه ايدي ورجلي ما استغناش عنها ابدا. ولا اي مقشه في الدنيا تخليني اقدر استغنى عن المكنسه صراحه. فطبعا بقى شفطت كده كويس قوي زي ما قلت لكم. طبعا لمعت عندي لمعت عندي الترابيزات وكل حاجه محتاجه تتلمع انا لمعتها يعني. وابتديت بقى بعد كده بجيب الموب، يعني انا بجيب الموب صراحه بعد ما اكون شفطت الشقه كلها. لازم طبعا عشان خاطر المكنسه برضو بتساعدني ان هي تشيل من التراب شويه. الموب لوحدها ما بتعملش حاجه، يعني برضو المكنسه صراحه عليها عامل كبير قوي. فالمهم بقى طبعا هنا خلاص اخر حاجه بقى هعملها معاكم طبعا الجزء دوت. وعندي العتبه بتاعت باب الشقه. طبعا النهارده الروتين بتاعي خفيف يعني، يا رب النهارده اكون خفيفه كده وعلى قلبكم ما تقلتش عليكم. الفيديو اللي فات طبعا احنا كنا عاملين تنظيفه عميقه كده لاوضه النوم، عملت تنظيفه حلوه قوي الصراحه. طبعا انا كنت داخله اوضه النوم زي ما قلت لكم كان نفسي مصدوده كده، بس رجعتها عروسه يعني. بحب قوي لما الدنيا بتكون مكركبه، وعشان اشوف نتيجه تعبي كده في الاخر. بصراحه بكون مبسوطه قوي لما بخش مكان متبهدل وبرجع ان انا انضفه في الاخر اشوفه بالمنظر دوت. فبكون مبسوطه وسعيده قوي يعني. دي بالنسبه لي بتكون النهايات السعيده زي ما انتوا عارفين يعني. عندي صراحه لما بعمل الحاجه يعني وانضفها وارجع اشوفها نظيفه كده، وكل حاجه فيها بتكون مرتبه ومنظمه، وكل حاجه نظيفه صراحه بالنسبه لي بتكون النهايات السعيده يعني. ربنا يا رب يسعدكم ويسعد قلوبكم
ويحقق لكل واحد اللي بيتمناه. طبعا احنا اخر السنة بقى وسنة بقى راحت، وان شاء الله السنة الجاية تكون سنة كويسة وسنة تكون مليانة بالخير ومليانة بالتفاؤل، وربنا يحقق لكل واحد كل اللي بيتمناه ويسعد قلب كل واحد يا رب. المهم بقى خلاص انا كده طبعا خلصت يعني، ودخلت الموب بتاعتي الحمام دي بقى. طبعا انا بعملها كده مع نفسي يعني. خلاص بقى ارجع كل حاجه مكانها واطفي النور بتاعي، وكده شقتي بقت زي الفل. زي ما قلت لكم النهارده الروتين كان خفيف، ما تقلتش عليكم، ما حبيتش ان انا اتقل عليكم في الروتين دوت. ودلوقتي اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.